أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات دروس تعليم التصميم. ده شكل هنشتغل عليه النهاردة بإذن الله مع شرح. احنا ازاي الأول هنبدأ نصمم. احنا الحلقة اللي فاتت اتفقنا ان احنا بنختار انهي لون هينزل الأول وبعد كده بنبدأ نشتغل. فلو افترضنا الشكل ده مفتوح فهنقول مثلا هنعمل الغرزة اللي قدام دي الأول. طيب الشكل ده أولا مقسوم نصين والنصين شبه بعض، يعني الشكل ده هو نفس الشكل ده باختلاف البذرة اللي في النص دي. نفس القصة، الطوق هو نفس الطوق منتصف. في الأشكال اللي زي كده هنبدأ من النص. هنعمل مثلا هنختار الغرزة فوق الدرازات ونبدأ نشتغل نعمل الشكل ده. في طريقتين للشغل في الأشكال اللي زي كده. ممكن نبدأ الخط من النص كده ونبدأ نصمم، وفي الآخر نقول له يجي نوع الغرزة العمودية ونختار 35 أو حسب عرض الغرزة اللي موجود قدامنا. يعني دي مثلا 35. ده نظام. ممكن طريقة تانية ان احنا نعمل على حرف الشكل كده. نبدأ نصمم على حرف الشكل ونقول له نوع الغرزة العمودية. في المعايير بتاعها نقول هنا 1 والطرف التاني نخليه 35 بتوعنا، او العكس 35 1، فهو يغطي لنا الشكل كده. طيب دلوقتي بدايتنا هنا ونهايتها هنا. ازاي نغير البداية والنهاية في الغرز الدرازات؟ تكة معالجة اللي هو حرف الاي، وبعد كده تضغط ضغطة طويلة ومسطرة. هتلاقيه تحت هنا بيقول لك تعديل نقطة المدخل والمخرج. نقطة المدخل دايما بيبقى على مربع اللي هي دي، ودي المخرج. الشكل ده ما بيختلفش، نقطة البداية اتجاهها كده ونقطة النهاية اتجاهها كده. فاحنا هنقول له هنا دي بدايتك ودي نهايتك، عشان طبعا هنكرره. هنعمل ايه معالجة وبعد كده نضغط كليك يمين اختيار وبعد كده تكرار، وبعد كده نضغط حرف الاتش عشان يعكسه لنا. كده احنا خلصنا من الطوب. هنخش على اللون التاني فهنضغط ايه ستوب. الجزء التاني متكرر، ده جزء هو نفس الشكل ده هو نفس الشكل ده، فهنختار. طب هنبتدي منين؟ طالما في المنتصف وهيتكرر خلينا نبدأ دايما من فوق كده ونطلع تاني فوق ونجيب لتحت. فهنبدأ تصميم الجزء ده من فوق. غرزة الدراسات دي غرزة اسمها الغرزة الرجعية. يعني ايه الغرزة الرجعية؟ يعني الغرزة بتمشي كده وبعدين بترجع تاني، بدل ما نمشيها احنا يدوي هي بتعملها اوتوماتيك. ممكن نثبت الغرزة الرجعية، يعني ممكن من غير معالجة خالص تك حرف اي تك حرف الجي ونضغط نوع الغرزة الرجعية، يبقى كده أي غرزة احنا هنحطها هي الغرزة الرجعية. ونقول له مثلا كده فهو اوتوماتيك. هتضغط له كده هتلاقيه بيرجع النهاية تاني للنقطة اللي احنا ابتدينا منها. طيب هنبدأ نصمم الشكل التاني اللي هو الغرزة اللي فوق دي. الغرزة اللي فوق دي ممكن تعمل بالدرجات العادية خالص، ممكن تعمل كده ونقول له معالجة ونخليها الغرزة العمودية. بس ده طبعا يعني ايه، خلينا الأول نبتدي اليدوي عشان اليدوي هيعود ايدينا ان احنا نشتغل أسرع وأكتر. فممكن نشتغلها كده. وبعدين هنكررها.
بعد كده هنبدأ نصمم الجزء اللي تحت. الأول هنعدل النهاية، فهنقول له النهاية البداية كانت هنا والنهاية هنا عشان كله بيلحم في بعضه. فدي البداية اهي نخليها زي ما هي، والنهاية نخليها هنا. ونبدأ نصمم الشكل التاني بالغرزة اللي هي بنفس غرزة الفروع. حرف الزائد، كل مرة بنعمل فرع مختلف بنتك حرف الزائد عشان يعمل إدخال للفرع، وبعدين كليك يمين والبداية والنهاية. بعد كده هنكرر الجزء ده، تك اختيار، بقى نضغط حرف الشيفت، زرار الشيفت، ونرجع بالأسهم لورا. كل مرة بنرجع فيها هيعلمنا على خطوة احنا عملناها لغاية ما نكمل الخطوات كلها ونعمل تكرار. بعد كده هنعدل الشكل. نعمل تاني في النسخ هنا. هنا النسخ تضغط عليه يجيب لك آخر خطوة أنت نسختها أو كررتها. نبدأ نكررها مرة تانية. طبعا هنعمل معالجة. بعد كده هنروح نمشي نباتة لغاية ما نبدأ من فوق. طبعا بنمشي نباتة تحت الشغل عشان الغرزة دي المفروض إنها ما تبانش معانا من تحت الشغل. وليكن شغال برضو يعني عشان الوقت بتاع الفيديو. بعد كده هنعمل اختيار الجزء ده كله برضو بشيفت ممكن نضغط بالشيفت بالاسهم، وممكن نعمل حاجة تانية اننا هنضغط هنا اختيار وبعدين نعلم على الأداة دي ونختار الشكل اللي احنا عايزين نقطعه او نكرره. هو ده الشكل، وبعدين نعمله تكرار حرف الاتش، بعد كده نكرره انتر. طيب باقي معانا ايه؟ الوردة اللي في النص. هنضغط اختيار برضو نفس الأداة، نروح نختار الوردة دي ونعمل لها تكرار. حرف الفي بيقلب لفوق. ده الشكل معانا. طبعا الغرزة الخاصة اللي في النص دي احنا مش هنعملها النهاردة لأن ديت لها شرح تاني خالص. ده الشغل، اتمنى تنزلوا شغل زي كده وتبدأوا تجربوا عليه وتشتغلوا عليه. اتمنى الحلقة تكون فادتكم، ويا ريت بقى لايك وتشاركونا في التعليقات اقتراحاتكم وايه رأيكم في الشرح.